بزاف ناس تقول يعني وش الفايدة تاع تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة يعني ضد هذيك الدويلة. كاين اللي يقول باللي ما عندها حتى فايدة وما دار والو وما أثر على والو. حبيت نقول لك خويا الجزائري اللي راك تقول كيما هكذا راك غلط بزاف بزاف بزاف، لأنه هذيك الدويلة الآن في هذه اللحظة راهي تعاني من السقلات اللي جاتها بسبب تصريحات رئيس الجمهورية، بسبب تصريحات الشعب الجزائري، لأنه رئيس الجمهورية يمثل فقط الشعب الجزائري. كل الدول فاقولها، كل الدول يا خاوتي داروا عليها. من بين هذه الدول خاوتنا في السودان اللي نوجه لهم ألف تحية وتحية. راح تشوفوا الفيديو هذا يا خاوتي وتفهموا كلش باللي راهي تخلطت عليهم في السودان كامل. كيما راكم يا الجزائريين خلي لايك للفيديو، راهو سينيال كبير بالبزاف على القناة بلا ما نوصيكم يا خاوتي. والله من قبل البراتيش، من قبل جماعة الإمارات راهي مخلطة وخلاص، وللأسف راني وحدي ضد الآلاف من القنوات. فادعموا أخوكم شرف الدين، هذا ما كان. وأي تعليق خليوا أي تعليق، بالخصوص تحيا الجزائر في التعليقات. نبدأ بالفيديو الأول من عند خونا هذا السوداني اللي بهدلهم ومرمدهم، ووجه تحية للمخابرات الجزائرية، لأنه اللي فضحتهم شكون؟ المخابرات تاعنا. التحية للجزائر، التحية لكل دولة يقعد معنا، التحية لكل الشعوب الكبار، وخزي العار للدويلة. شكون هي الدويلة؟ التحية للأبطال. والله جيشكم متقدم، والله العظيم جيشكم متقدم، والله العظيم جهاز أمن الدولة بتاعكم متقدم. وكاين ناس تشكك يعني في الجهاز الأمن الجزائري، في المخابرات الجزائرية مازال كاين. والله اسمع وتعلم. والله العظيم المندوب السودان، المندوب الدائم السودان الدائم لدى الأمم المتحدة رجل بطل متقدم. كما شفتوا خاوتي الشعب السوداني كامل راهو يهدر كما هذا السيد. تحية للجزائريين، لأنه الجزائر هي اللي خلاتهم وعطتهم القوة باش يهدروا كما هكذا يا خاوتي. حتى أنه الجيش السوداني هو شخصيا قام بتوجيه الضربة القاضية لجماعة العمامة. تفرجوا خاوتي الجزائريين، تفرجوا. سادة الكرام، إن سبب الحرب الرئيسي هو تدمير مشروع إمارة أبو ظبي في السودان. كما سمعتوا يا خاوتي الجزائريين، باش تفهموا باللي أي عفسة قالها تبون في هذاك التصريحات الأخيرة كانت حقيقة، ماشي تمسخير ولا خرطي من راسه وإنما كل كلام قالوا راهو حقيقة. السيدة وقال لهم سبب الحرب هي شكون؟ هي هذيك الدويلة التي تريد السيطرة على موانئ والأراضي الزراعية والموارد المعدنية في بلادنا الحبيبة بواسطة هؤلاء الجنجويد الأوباش القتلة. شفتوا وش وصفهم يا خالتي؟ مرمدهم السيد، ما خلى لهم والو. حابين زعما يستوليوا على ثروات تاع السودان، لأن السودان عندهم ثروات كبيرة بالبزاف، لكن للأسف فرقوهم، داروا لهم حروب، دخلوهم في بعضهم. المهم ربي يجيب الخير وربي يكون معاكم خاوتنا السودانيين. أما السبب الفرعي الآخر هو لابد من إزالة وجود جيش موازي يعمل لابتلاع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكل شيء، والسيطرة على حكم البلاد بالبندقية، ليكون الحاكم الفعلي للسودان هو محمد بن زايد. سمعتوا يا خاوتي شكون اللي قال ولا ما سمعتوش؟ محمد بن زايد، انعماه محمد بن زايد. نحن نؤمن بانتصار جيشنا وأمتنا. نحن نؤمن تماما بانتصار جيشنا وأمتنا، وليس لنا طريق آخر متاح غير الحرب، تدمير هؤلاء الجنجويد وإزالة هذا السرطان من جسد الأمة السودانية حتى تكون قابلة لبناء دولة حديثة يحلم بها شبابنا وتعتز بها أجيالنا القادمة، دولة القرار فيها للشعب ليس للعملاء والخونة، دولة تسود فيها القيم النبيلة، الحرية والعدالة والمساواة بين كل أبناء الوطن الواحد.
ربي يوفقكم خاوتنا السودانيين في بناء الدولة اللي راكم متمنيينها، في بناء الدولة اللي راكم حابينها. فقط كنصيحة بعدوا على كل ما يخص جماعة الخليج، بعدوا عليهم. السودان يا خاوتي لما تكلمت الجزائر عنها، ولما خرجت واحد اخبار من قبل يعني بعض المصادر الجزائرية قالت باللي انه هذوك الناس اللي داروا المشاكل وخلطوها في السودان تلقوا الدعم تاعهم وتلقوا التموين سواء بالاسلحة ولا بالاموال من قبل تلك الدويلة عن طريق طائرات كانت تهبط زعما لتقدم المساعدات. باش تشوفوا يعني حجم الخبث اللي عندهم هذا. حتى انه يا خاوتي الحرب هذه تاع السودان على الامارات انتقلت وين؟ انتقلت الى الامم المتحدة. وبفضل شكون؟ بفضل انه الجزائر هي اللي جبدت السوجي، لانه ما تقدرش السودان تواجه وحدها هذيك الدويلة، لكن مع الجزائر تقدر، لانه الجزائر ما كانش كل يقدر لها، حبيته ولا كرهته، واللي ما عجبوش الحال اللي يخبط راسه على الحيط من الاخر. تفرجوا خاوتي الجزائريين، تفرجوا. مدعي عمل المحكمة الجنائية علما بهذه الحقيقة. أما بشأن الطريقة التي دافعت بها القوات المسلحة لصد العدوان متعدد الأطراف، والذي كشف تقرير الأمم المتحدة عن الدول التي تدعم ذلك ومن بينها دولة الإمارات العربية، ولذلك لا بد من أن نوضح أن القوات المسلحة لا تزال تخوض حربا دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس. وليس هذا بسر، إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان، وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية. كما شفتوا يا خاوتي الجزائريين يعني تخلطت على هذيك الدويلة من الاخر، تخلطت عليها كل الخيوط، يعني الآن دخلوا في بعضهم. وسبب شكون؟ سبب هي الجزائر، الضغوطات الجزائرية. قولوا لهم جماعة الإمارات ينطقوا اسم الجزائر، ما يقدروش يهضروا علينا. ولا وش يوليو يديروا؟ يوليو كيما نقولوا بالدراهم تاعهم يشريوا بعض الناس من إفريقيا وكذا، هذوك الناس يبداو زعما يتحركوا ويديروا مشاكل وكذا. هذا وش يقدروا يديروا، ولا عن طريق الصحافة تاعهم الخرطي تاعهم، لكن بطريقة مباشرة ما يقدروش. فنقولوها ونعاودوها، تحية الجزائر اليوم وغدوة. وانتم يا جماعة الإمارات صدقوني ما راح تقضيهن والو، لأنكم عبارة على أفتر. وعبالكم انتم الإمارات انتم تعسقلها برك، تعسقلها. جي الأمريكان تسقلكم، جي شكون ثاني، جي جماعة الصوص يسقلوكم، شو هكذاكم تسمى يجيو يسقلوكم والسلام عليكم. يا اخي عال الامارات ولا تهدر ولا تهدد يا اخي تمسخير. لكن هذا كله يعني بدعم من جماعة الصوص وبدعم من امريكا وكذا، راكم على بالكم، لانه وحدها يا خاوتي بركانا بلا تمسخير، وحدها يا الامارات زوج سقالي تجيبها راقدة من الاخر. لكن هي يتعول على هذا زعما في بالها الجزائر تخاف منهم. يا ودي راكي غاطة بزاف، غير عاودي حساباتك مليح. تحية الجزائر اليوم وغدوة، السلام عليكم خاوتي.